السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم نعمة الصديق. النهاردة هنعمل مع بعض الرز بلبن في البيت، طريقة سهلة وبسيطة. وطبعا هنعمله زي امهاتنا كده زمان. طريقة الرز اللبن بتاع زمان، الطعم الخطير ده. طبعا دي فكرة اطعام بسيطة، ممكن تتعمل كاطعام بطريقة بسيطة جدا، وممكن كمان مشروع من البيت بكسبه 100% لو حد عايز يعمل مشروع. قبل ما نبدأ الوصفة نسمي الله ونصلي على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أول حاجة بنجيب 10 كيلو من اللبن الجاموسي. طبعا يعني ممكن هو بيتباع في السوبر ماركت او عند اللي هم لو واحدة فلاحة تجيبهولكوا، بيبقى حلو برضو جدا. هو ده لبن جاموسي كامل الدسم. هنفرغ 10 كيلو كده في حلة كبيرة. وريت تاخدوا بالكم برضو من حجم الحلة، لان انا يعني كنت متخيلة ان الحلة دي كبيرة، بس ايه يعني طلعت كنت عايزة اوسع من كده كمان. فممكن لو حلتين او عندك حلة كبيرة تساعي 10 كيلو يبقى تمام. الحلل الكبيرة قوي دي بتبقى في الألمونيا اللي هي القديمة بقى البلدي. المهم هنفرغ اللبن كله زي ما انتم شايفين، وبعد كده هنرفعه على النار علشان يغلي. طبعا انا عايزه اقول لكم بعد ما اللبن بيغلي يا دوب النار عندي لازم تكون شعلة، علشان اللبن من تحت ما يتحرقش، لان طبعا انا بقول لكم الحاجات او الاخطاء اللي ممكن تقعوا فيها واللي انا برضو وقعت فيها. بعد ما احط اللبن على النار عشان اخليه يغلي، هبدأ اجهز الرز بتاعي. انا بستخدم لكل كيلو من اللبن تلتين كوباية من الرز، او نص كوباية عليها معلقتين كبار رز. هبدأ احط الرز بتاعي في الحلة كده واغسله، وبعد كده احط عليه المية بتاعتي واسيبه يتسلق كده من غير اي اضافات تانية لحد ما يستوي. هكون بقى وانا حاطه اللبن على النار كده احط له السكر بتاعه. كل كيلو من اللبن بحط له كوبايه من السكر، يعني ال10 كيلو هستخدم لهم 10 كوبايات من السكر. طبعا الرز بتاعي استوى زي ما انتم شايفين. هبدأ بقى اضيفه على اللبن واحده واحده كده واقلبه. وطبعا زي ما انتوا عارفين انا قلت النار وطيتها جدا لحد ما تكاد تكون مطفية، او زي النار بتاعة الرز دي بتبقى ضعيفة جدا. هحط الرز واحدة واحدة كده واقلب لحد ما اخلص الكمية بتاعتي كلها. طبعا زي ما انتوا شايفين الحلة اتملت خالص، انا نقصتها في حلة تانية عادي جدا برضو. المهم بعد ما ضفت الرز كله هبدأ اعمل النشا بتاعتي. طبعا انا كتبت لكم على الشاشة مقدار الكيلو من اللبن. كل كيلو لبن عليه كوباية سكر وتلتين كوباية رز، 2 معلقة كبيرة من النشا وموارد والقشطة دول اضافات يعني. فانا هجيب بقى حبة مية حلوين كده واحط عليهم النشا بتاعي. لكل كيلو معلقتين كبار نشا، يعني 20 معلقة من النشا، يعني هو ربع كيلو نشا او ازيد سنة بسيطة. المهم بضيف النشا بتاعتي على اللبن وابدأ اقلب واحدة واحدة، مش بضيفه مرة واحدة، بضيفه حبة حبة كده علشان النشا ما يكلكعش معايا. بضيف حبة واقلب واحدة واحدة. طبعا انا طبعا ما استخدمتش فانيليا، انا بستخدم زي مامتي ومامتك بقى زمان كانوا بيستخدموا في الرز اللي هو الرز بلبن، بيستخدموا له موارد بيديله طعم تاني خالص، احلى من الفانيليا بكتير. المهم هحط بقى كمية النشا بتاعتي لحد ما هحس انه تقل شوية. طبعا انا ما بحبوش النشا كتير، هو كده النشا مش كتير، هو كده النشا حلو.
والرز كمان هيتقلهولي شويه. احط بقى حته قشطه حلوه كده عندي. طبعا مش عايزين تحطوا قشطه براحتكم خالص. انا اصلا مش بحط ولا كريم شانتيه ولا اي اضافات تانية، انا بسيبه بطبيعته كده، والطعم بتاعه صدقوني روعه واحلى من المحلات كمان. اسيب القشطه تسيح كده، اقلب فيها لحد ما تسيح، دي طعم كريمي كده وطعم جميل. ولو مش متوفرة عندك او مش عاملة حسابك فيها، عادي جدا. دي الفانيليا، انا سوري، المية الورد بوريها لكم ان انا بحط مية ورد. وبالنسبة للقشطة، ممكن لو مجمعة قشطة من وش اللبن حطيها برضو، تدي نفس نتيجة القشطة اللي هي الجاهزة. الطعم بتاعها خطير، وبيخلي الرز بلبن في حتة تانية خالص. وانا لما حطيتلوش ولا جوز هند ولا مكسرات ولا اي حاجة، وهو كده لوحده رهيب والله. جربوه بالطريقة دي. المهم كده يعتبر هو خلص، وانا طفيت عليه النار. هبدأ افرغ وحبة كده منه في الاطباق. طبعا انا عشان هو سخن هسيبه يهدى شوية، بس انا عشان هو بس مالي الدنيا على الاخر، احط انصاص كده، انصاص، واسيبها متهوية. وبعد كده هرجع اكمل بقيت نص العلبة تاني. طبعا انا جبت من العلب البلاستيك دي، تقدروا انتوا تستخدموا علب ورق برضو اقتصادية جدا وجميلة، بس انا يعني ما جاتش في بالي ساعة ما جيت اعمل الوصفة. يعني جبت العلب دي كانت شكلها عجبني. ولقيت بعد كده في علب ورق كده وبغطا جميلة جدا برضو كانت تنفع. بس يعني انا بقول لكم عشان لو هتعملوا مشروع او عايزين حاجات اقتصادية اكتر، فانا بقول لكم الفكرة. المهم هبدأ احط كله في الاطباق زي ما انتم شايفين، واسيبها متهوية عشان خاطر تبرد خالص، وبعد كده ابدأ اغطيها. كمية الرز بلبن دي عملت لي 100 طبق، 100 طبق ما شاء الله. فكرة طعم حلوة جدا، او فكرة مشروع برضو حلوة جدا، لان مكسبه 100%. انا بلاقي الطبق بيتباع غالي جدا من الطبق اللي زي ده. فانتوا لو عملتوه ووزعتوه في السوبر ماركت او المحلات هتكسبوا جامد جدا. اي حد عايز يعمل مشروع من البيت ما يترددش عن الفكرة دي. وهو محبوب، يعني الرز بلبن ناس كتير جدا بتحبه، فهو سهل جدا ومكسبه حلو. طبعا انا عاملاه على روح ابني الله يرحمه مازن. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا